مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المحاور. في هذه الحلقة سنناقش موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول الرفض الكردي لنسبة المقاعد أو لنسبة تمثيل الكرد في المجلس الشعب السوري، حيث تم تخصيص نسبة معينة من المقاعد للكرد مقابل نسبة كبيرة للداخل السوري أو للمكونات الأخرى في سوريا. الكرد يمثلون نسبة 20% من الشعب السوري. إن صح التقسيم حسب النسبة المئوية للكرد في سوريا، فيجب أن يكون نسبة المقاعد يناسب نسبة الكرد في سوريا، وهذا ما اعتبره بعض الأحزاب الكردية ظلما وإجحافا بحق الكردي في غرب كردستان. سنناقش هذا الموضوع. الموضوع الآخر المرجعية الكردية، العوائق والتحديات التي تواجه هذه المرجعية. يتم الحديث كثيرا عن هذه المرجعية وعن تشكيل هذه المرجعية. عقد كونفراس في 26 من نيسان، ووصل هذا الكونفراس إلى عدة نتائج، ولكن هذه المرجعية بقيت في صفحات أوراق الكونفراس، ولم تطبق أي بنود أو نتائج الكونفراس على الأرض، وبقيت المرجعية الكردية بعيدة المنال للأحزاب الكردية. مشاهدينا الكرام، سنناقش هذه المواضيع مع الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي السيد لقمان أحمي. سيد لقمان، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. سيد لقمان، أنتم كنتم من بين الأحزاب التي رفضت نسبة مقاعد الكردي في مجلس الشعب السوري. يعني سبب رفضكم أولا، ثانيا كيف تقيمون نسبة الكرد أو تخصيص نسبة معينة من المقاعد للكرد في مجلس الشعب السوري؟ كيف تقيمون هذه السياسة، وكيف تقيمون مقاربات الحكومة الانتقالية من الكرد؟ إذا أتينا إلى هذه النسبة للكرد في المجلس الشعب السوري، أين تكمن الخصوصية الكردية من كل هذه العملية إن كانت ستخصص نسبة معينة لا تناسب نسبة الكردي في سوريا؟ تفضل. تحية لكم مشاهديكم الكرام. تحية لك. بصراحة موضوع الحقوق في الشرق الأوسط وفي دول الشرق الأوسط ذات الطابع الإسلامي هي قضية شائكة. يدعون الحقوق، يدعون العدالة، ولكن عندما تأتي إلى أرض الواقع إلى الناحية العملية فهم يرفضون كل المقومات النظرية التي يبنون عليها نظريتهم، سواء الإسلامية أو نظرية العدالة لديهم. فإذا أتينا إلى الدولة السورية والنظام المؤقت الجديد في سوريا، فهو يدعي بأنه ذات طابع إسلامي، ومكونه الأساسي والجميع يعلم بأنها هي هيئة تحرير الشام التي تعتمد الشريعة الإسلامية دستورا لجميع فعالياتها وأنشطتها وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع. ولكن عندما تأتي مسألة الحقوق يتم الوقوف في وجه هذه الحقوق. والمشاع لدى أو في الإسلام هو أن الحقوق مباحة، ولكن عندما نأتي إلى التنظيمات السياسية الإسلاموية نرى بأنها تمنع الحقوق وتعطي الحقوق حسب قانون هو يصيغها. إذن هو يناقض 180 درجة الشريعة الإسلامية التي تقول بأن الحقوق مباحة، وإنما المنع يجب أن يكون له قانون. ونرى أنهم عندما منعوا اللغة الكردية، منعوا الكتابة والقراءة بالكردية، منعوا المناهج الكردية، وعندما أرادوا أن يمنحوا هذا الحق أصدروا المرسوم 13، ألا وهو اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية فقط. يعني يجوز للكردي أن يتحدث بها وأن يغني بها وأن يبكي بها وأن يكتب المواويل
يعني أن يتحدث بهذه اللغة في منزله فقط. إذن فالحق المباح احتاج أن يكون هناك مرسوما ناقصا في مضمونه لكي يتم إباحة هذا الحق لدى الشعب الكردي. لذلك ترى في الدول الأخرى بأنهم ينفذون هذا المبدأ لديهم، بأن كل شيء مباح إلا ما يتم منعه بقانون أو بقرار، ولكن في دول الشرق الأوسط كل شيء ممنوع إلا ما يتم إباحته حسب قانون أو قرار. إذن فالآلية التي بنيت عليها الدول في الشرق الأوسط هي آلية مغلوطة 180 درجة ومناقضة لأسس بناء الدول في المناطق الأخرى. وبناء على هذا الأساس المغلوط يتم التعامل مع جميع القضايا التي تعاني منها المنطقة، وبالأخص القضية الكردية في سوريا. عندما تقول لهم بأن الكرد يحتاجون أن يكون هناك عدد من المقاعد يمثل الشعب الكردي، فيقولون أننا فقط نعتبر المواطنة. طيب، هل هناك مواطنة عادلة في سوريا أم هناك مواطنة ثورية في سوريا؟ نعم، على أساس تحت غطاء. سيد لقمان، يعني سأطرح السؤال بهذا الخصوص. يعني أنت تحدثت عن الحكومة، ولو كان السؤال خارج نطاق هذه المواضيع التي نتحدث عنها، يعني هل هذه الحكومة تحكم باسم المواطنة أم باسم الأقلية والأغلبية في سوريا؟ يعني تتحدث عن المواطنة السورية وكل مواطنون سوريون وكل المكونات مواطنون سوريين، ولكن نرى المقاربات على الأرض لا تعبر عن ذلك. يعني ما حصل للعلويين، ما حصل للدروز، ما يحصل للكرد، وما يحصل للمسيحيين. يعني هل هذه الدولة هي دولة مواطنة أم دولة أقلية وأغلبية بحسب ما تقوم به الحكومة الحالية؟ عندما تريد أو عندما تتطلب مصالحها تكون أغلبية وأقلية، وعندما تتطلب مصالحها في جانب آخر تقول دولة مواطنة. فلا يوجد ميزان عادل يستندون إليه لمعالجة جميع الأمور. لذلك ويقال في الإسلام أن العدل أساس الملك. فأين هو العدل إن منعت عني أو عن أطفالي أن يقرؤون ويكتبون بلغتهم الكردية التي أعطاهم الله، ولم يخترع هذه اللغة أحد من البشر، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطى هذه اللغة، هذه الألسنة لهذه الشعوب وهذه القبائل لتتعارف فيما بينها. هنا هم يعترضون على هذه الآية من آيات الله. المسألة ليست في تطبيق هذا البند أو ذاك، ولكن الأساس العدلي المستند إليه يتوجه حسب المصلحة السياسية لهذه الحكومة، وليس حسب العدالة الثابتة لدى ويتم محاسبة الجميع على أساس تلك العدالة. فالقوانين يقولون أن هناك قوانين، طبعا هناك قوانين، ولكن من يصدر هذه القوانين؟ وعلى ماذا تستند هذه القوانين؟ ألا توجد للقوانين أسس؟ والأساس يجب أن يكون الدستور، والدستور يجب في دولة متعددة القوميات ومتعددة الأديان أن تضمن حقوق الجميع. إن كان الدستور يضمن حقوق جميع القوميات والأديان في سوريا، فطبعا القوانين التي ستصدر سوف يستند إلى هذا الدستور وسوف تكون عادلة. ولكن عندما يكون دستورا موجودا وهو بالأساس لا يعترف بالمساواة بين القوميات والأديان الموجودة في سوريا، فأيضا القوانين تستند إليها، ويقولون تعالى المواطنون متساوون أمام القانون. طيب، لنأتي إلى الأساس. هل هذا القانون استند إلى الحق أم استند إلى شيء آخر؟ فكيف أنا أكون متساويا مع أخي العربي ولا أستطيع أن أقدم إفادتي باللغة الكردية أمام القاضي؟ كيف يكون أستطيع أن أعبر أو أطفالي أن يعبرون وهم يضطرون إذا ذهبوا إلى المدرسة أن يتعلموا لغة أخرى غصبا عنهم وليس بإرادتهم، ويكون اسم التفاح في المنزل سيف
ويذهب إلى المدرسة فيرى نفس السيف الموجود وله اسم آخر، ويجبره المدرس أو المعلم أو المعلمة على أن هذا السيف الموجود لا اسمه تفاح. الإشكالية التي يدخل فيها الطفل مباشرة هو هذا التناقض. فماذا سينتج من هذا الطفل الذي يدخل في أول سنوات عمره في هذا التناقض؟ الأمر الآخر، بالإعلان الدستوري هناك بند يقول نحن ملتزمون بكافة القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، القوانين الأممية الصادرة. هناك قانون حماية حقوق الطفل، وضمن قانون حماية حقوق الطفل أحد البنود الرئيسية فيها من حق الطفل أن يتعلم بلغته الأم. نعم سيد لقمان، يعني اللي نعود إلى صلب الموضوع الذي نتحدث عنه، يعني نسبة مقاعد الكرد في مجلس الشعب السوري أو البرلمان، كيف تقيمون هذه النسبة وكيف تقيمون مقاربات الحكومة الانتقالية؟ طبعا حتى الموجودين الآن الذين قد يكونوا كردا ولكنهم لا يمثلون الشعب الكردي، قد يكونون أشخاص عديدين آخرين من الكرد موجودين في مجلس الشعب السوري من مناطق أخرى، ولكن هؤلاء لا يتبنون القضية الكردية. وإذا كان هناك أشخاص لا يتبنون القضية الكردية فهذا يعني بأنهم لا يمثلون الهم الكردي، لا يمثلون الحقوق الكردية. وهؤلاء وإن كانوا كردا فهم لا يحسبون على المكون السياسي الكردي الذي يريد معالجة القضية الكردية ضمن سوريا حسب القوانين الدولية، حسب القوانين الإلهية التي تقول التساوي بين البشر. إذن المسألة ليست أيضا في مسألة العددية، ولكن قبول الكرد كمكون كشعب ضمن مجلس الشعب، هذا هو المطلوب. وعندما تصدر القوانين بحق الشعب الكردي من أجل موضوع ما، من حق هذا الشعب أن يعترض على هذه القوانين إن لم تكن تمثل مصالحه القومية ومصالحه السياسية والاجتماعية. لذلك حق الاعتراض هنا في هذا المجلس غير موجود. إن كان الثلثين يتم تعيينهم بطرق ملتوية، والثلث الآخر يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية الانتقالي، أي أن الجميع الآن معينون من رئيس الدولة، ولا يوجد أي تفاصيل أخرى يستطيع أحد ما أن يتدخل فيها. وهنا ولأجل إلقاء اللوم على مجلس الشعب في الخطوات الباقية من إعداد الدستور وغيرها، سوف يتحجج رئيس الجمهورية بأن هذا المجلس، مجلس الشعب، هو الذي اختار هذا الدستور، هو الذي اختار هذا القانون ولست أنا. نعم. بما مع أنه هو الذي حسب الآلية التي وضعت الانتخابات فهو الآمر الناهي في تعيين هؤلاء. نعم سيد لقمان، يعني بخصوص نقاط عديدة، يعني بخصوص اسم الجمهورية العربية السورية وبخصوص الجيش العربي السوري والكثير من الأمور التي تصرح من خلالها الحكومة بأن هذا من اختصاص مجلس الشعب، سوف يقرر مجلس الشعب بعد إجراء الانتخابات وعقد اجتماعات لمجلس الشعب، سوف يقررون شكل الدولة واسم الدولة ومستقبل هذه الدولة. إن كان نسبة الكرد بحسب ما حدده أو حددته الحكومة المؤقتة في سوريا، يعني بحسب ما حددته نسبة الكرد في هذا المجلس 2% في هذا المجلس، يعني 2% مقابل 98. ماذا سيستطيعون أن يغيروا في هذا المجلس؟ ماذا سيستطيعون أن يغيروا في سياسة أو نهج هذه الحكومة؟ هم لا يستطيعون تغيير شيء. وأعتقد منذ بداية سقوط النظام البائد كنا هنا وأعطينا رأينا بأن بناء سوريا الجديدة تحتاج إلى مؤتمر وطني سوري يحضره جميع ممثلي مكونات الشعب السوري، جميع ممثلي المكونات وليس أفراد، حضور ممثلين يتبنون قضاياهم الوطنية، يتبنون قضاياهم الدينية، يتبنون قضاياهم القومية، وأن يتم معالجتها.
بدون معالجة هذه القضايا ضمن الدستور السوري، ضمن القوانين السورية، لن يكون مصير هذه الحكومة مختلفا عن مصير النظام البائد، وإن طالت السنوات. لأن لماذا سقط نظام حكم البعث؟ لأن هناك قضايا تعاني منها سوريا لم تعالج منذ تأسيس سوريا 1946 بعد الجلاء الفرنسي وإلى الآن. هناك قضايا في سوريا لم تعالج. قضية الديمقراطية لم يتم معالجتها، القضية القومية الكردية لم يتم معالجتها وحلها حلا عادلا، وإنما دائما كان هناك الإنكار والسهر. والقضايا الاجتماعية، القضايا الاقتصادية لم يعالجها أيضا حزب البعث، وتم تغطيتها بشعارات براقة، والآن يتم تغطية معالجة هذه القضايا بشعارات براقة. إذن إن لم يتم حل قضية الديمقراطية بشكل عام في سوريا لجميع المكونات سواء قوميات أو أديان، وأيضا إذا لم يتم حل القضية القومية الكردية بشكل عادل في سوريا، وإذا لم يتم معالجة وحل قضايا الفقر والقضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية التي تعاني منها سوريا، فتغيير الأشخاص أو الأسماء لا يعني شيئا على أرض الواقع، حتى وإن تم السيطرة كاملة على كامل الجغرافيا السورية. ودائما كنت أردد وأذكر حتى قبل سقوط النظام البائد بأنه في العام 2011 كان النظام البائد يسيطر على جميع المناطق الجغرافية السورية، ولكن الشعب السوري قام بثورة. لماذا قام بثورة؟ والجميع يعلم لماذا قام بالثورة، والجميع يعلم لماذا الكرد قاموا أيضا وانضموا إلى الثورة. لديهم حقوق يريدون تحقيقها عبر الدستور. إذن حتى وإن عاد هذا النظام وسيطر على جميع الجغرافيا السورية ولم يحل هذه القضايا التي تعاني منها سوريا، فمصيره لا يكون مختلفا أبدا، لا يكون مختلفا. يعني إذا اتبع السنن النظام الأول الذي قضى عليه، ولو دامت للأول لما وصلت إليه. إذن المسألة مداولة، ولكن إن حكمت وإن عدلت سوف تستمر. بدون العدل، بدون أن يكون هناك حل للقضية القومية الكردية في سوريا حلا عادلا كما يرتضيه أبناء الشعب الكردي، أعتقد أن مسألة الاستقرار ومسألة استمرارية هذا النظام هي مجرد وقت، ولكل أجل وقت. نعم سيد لقمان، أنتم مجموعة من الأحزاب الكردية أصدرتم بيان ترفضون فيه نسبة مقاعد الكرد في هذا المجلس، ورفضتم هذه النسبة. يعني هذا الرفض وهذا التنديد بماذا سوف يفيد سيد لقمان؟ طبعا الرفض كان موقف جذري، بأننا لا نقبل أن يتم تمثيل الكرد بنسبة هزيلة مثل ما تفضلت 2%، وكأنه 2% من الشعب السوري، وإنما على أرض الواقع والديموغرافيا تتكلم بأن الكرد لا يقلون عن 20% من الشعب السوري. وهذا يتعين أن يكون هناك ليس من أقل من 40 مقعدا في مجلس الشعب السوري يخص الكرد، يخص الشعب الكردي. بذلك قد يستطيعون التأثير، ولكن بالنتيجة قد تكون أيضا أمور معينة تخرج عن سيطرتهم. ولكن وجود 40 مقعدا ضمن 210، فعندما لا تكون أمور بخصوص قضية الشعب الكردي أو بقضية تثبيت حقوقه في الدستور متوافقة مع ما يطلبه الشعب الكردي في سوريا، يستطيعون أن يؤثروا، يستطيعون أن ينسحبوا، يستطيعون أن يجمدوا تواجدهم، يستطيعون. ولكن ماذا سيفعل 4 أشخاص الآن حتى وأن خرجوا من مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لم يرتضي حل القضية الكردية حلا عادلا؟ فماذا سوف تفرق معهم؟ الأمر الآخر أنه سوف يتم بناء على هذه النسبة التي وضعتها هذه الحكومة، إلى أن يكون الكرد عندما توزع المناصب في الوزارات والمديريات العامة وغيرها من الشركات والمؤسسات الموجودة في سوريا، أن يتم استخدام هذه النسبة التي عينوها، وبذلك سوف يفقد الشعب الكردي في سوريا أي تواجد في المؤسسات الرسمية السورية.
ولا أقول كموظفين، وإنما كأشخاص موجودين في أماكن صنع القرار. الأمر لا يتعلق بالتوظيف. قد يكون الكرد موظفون في الدولة، نعم سابقا أيضا الكرد كانوا موظفون في الدولة، ولكن لم يكونوا موجودين في مواقع صنع القرار. وهم الآن النظام الآتي بعد النظام البائد هو يريد أيضا أن يقصي الكرد من مراكز صنع القرار، وإن وجدوا فليكن بنسبة ضئيلة جدا ولا يتواجدوا في أماكن أخرى. الموضوع موضوع شراكة في بناء سوريا، وهذه التمثيلية التي عرضوها علينا باسم مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب لا تنم عن نوايا طيبة لهذه الحكومة تجاه الشعب الكردي في سوريا. نعم سيد اللقمان، يعني ذكرت الحكومة البائدة أو النظام البائد، نظام الأسد، يعني كان الكرد يقاطعون الانتخابات، لا يشاركون في هذه الانتخابات. بالرغم من ذلك كانت تجرى انتخابات ويخرج ممثلون يذهبون إلى مجلس الشعب، هذه أو شخصيات تكون تابعة لهذه الحكومة أو تكون مرتبطة بحزب البعث أو أحد الأجهزة الأمنية التابعة لحزب البعث، يتم إرسالهم إلى مجلس الشعب باسم هذه المحافظة وهذه المنطقة. اليوم هل أنتم ستشاركون كأحزاب كردية في هذه الانتخابات أم لا بهذه النسبة؟ الأحزاب الكردية في روجافا لن تشارك في هذه الانتخابات، وكان الموقف واضحا جدا بأننا نرفض هذا التمثيل. تقاطعون الانتخابات؟ نرفض هذا التمثيل الهزيل، ونصر على أن من يشارك هو لا يمثل القضية الكردية، لا يمثل الشعب الكردي، ومن يصر المشاركة من الأطراف السياسية فإنه يتحمل المسؤولية التاريخية عما سيحدث بعد ذلك. يعني تقاطعون الانتخابات وأيضا تحذرون الأطراف الأخرى؟ نحذر الأطراف الأخرى أن من يشارك باسم الكرد في هذه الانتخابات سوف يتحمل المسؤولية التاريخية أمام التاريخ وأمام الشعب، وأنه لا يوجد هناك أي تفويض شعبي لأي جهة سياسية أيا كانت بأن تدخل إلى مجلس الشعب السوري بهذا الشكل وبهذا النسبة الضئيلة من المقاعد. نعم. وهذا كان واضحا وصريحا في البيان التي أصدرناه. نعم سيد لقمان، هل ستسمحون كأحزاب كردية بإجراء هذه الانتخابات في هذه المنطقة بعد أن قاطعتموها؟ يعني عندما تذكر انتخابات بصراحة أنني أبتسم. لا توجد انتخابات. العملية مرسومة هكذا. مرسوم 66 أصدر بشأن انتخابات مجلس الشعب السوري. الأحكام التنفيذية له كانت هكذا: لجنة مركزية في دمشق تتألف من 11 شخصا عينهم رئيس الدولة. 11 شخصا عينوا 3 أشخاص في كل دائرة انتخابية. هؤلاء الأشخاص في كل دائرة انتخابية إن كان عدد مقاعد الدائرة الانتخابية واحدا فسيكون هم يختارون 50 شخصا لينتخبوا من بين هؤلاء 50 شخصا، وإن كانوا مقعدين فيختارون 100 شخص، وهؤلاء 100 شخص يختارون من بين أنفسهم شخصين. وهذه الأسماء ستذهب مرة أخرى إلى لجنة ال11 الموجودة في دمشق المركزية، إما أن توافق أو لا توافق. فأين هي الانتخابات وأين الشعب من كل هذا، من هذه التمثيلية؟ لا يوجد صناديق سوى صندوق واحد. هنا يجتمعون في قاعة مثل هذا 100 شخص وينتخبون شخصين من بين أنفسهم. فأين الانتخابات؟ بأي غرفة كانت تستطيع أن تعمل مثل هذه الانتخابات؟ هذا تعيين. 11 شخص يعينون 3 أشخاص يعينون 150 شخص، 150 شخص يختارون من بين أنفسهم 3 أشخاص. لا يوجد شيء آخر. لا تصويت سري، لا الشعب يستطيع أن يذهب إلى صناديق، لا يوجد أي أحد. لا يوجد مشاركة شعبية في هذه الانتخابات، إنما تعيينات من قبل أشخاص مسؤولين. تعيينات بلباس انتخابات. لا يوجد مشاركة شعبية. لا يوجد شعب يذهب ويضع بطاقة بيضاء أو بطاقة سوداء أو أسماء هو يريدها. لا يوجد.
لأنه هو أصلا لم يختار هؤلاء 150 ولا توجد أسماءهم لكي ينتخبهم الشعب. هؤلاء 150 اختارهم 3 أشخاص، وال150 يختارون من ضمنهم 3 أشخاص، وإن كانوا 200 يختارون من ضمنهم 4 أشخاص ليذهبوا إلى مجلس الشعب. فأين هي مسألة الانتخابات والتعيينات من قبل أشخاص ربما يكون قد تم تعيينهم سابقا قبل إجراء هذه الأمور؟ طبعا وهذه واردة جدا، لأن هؤلاء 3 أشخاص المختارين من اللجنة المركزية يختارون هؤلاء الأشخاص حسب ميولهم، حسب ميول الحكومة الموجودة بدمشق. وهؤلاء الأشخاص ال3 سوف يختارون من بين مجموع الشعب أو من الشخصيات التي تتوائم مع ميولهم. بالنتيجة هؤلاء الذين سيأتون الهيئة الناخبة كما يسمونها سوف ينتخبون شخصا أو 2 أو 3 حسب عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، وسوف يرسلون هذه الأسماء إلى دمشق. وهناك أيضا قد يستطيعون أن إذا لم يناسبهم أي شخص قد خرج صدفة أو بشكل ما، إن لم يناسب اللجنة المركزية في دمشق فيشطبون على اسمه ويأتون بآخر. لا يوجد. وأنا بصراحة أمس رأيت أنهم قد شكلوا لجنة لمتابعة الانتخابات، فضحكت ملء قلبي. أين هي الانتخابات حتى تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات؟ 100 شخص يدخلون أي غرفة وينتخبون 2 من بينهم، فما أين الانتخابات وأين الفروقات؟ عادي لأي الأمر الآخر حتى بالهيئة الناخبة هناك أناس غير مقيدون في محافظة الحسكة موجودين في الهيئة الناخبة من محافظات أخرى، وهذا لا يحق حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الانتخابات ولكن هؤلاء لا يحق لهم أن يكونوا من الهيئة الناخبة. شخصيات من خارج محافظة الحسكة، شخصيات من خارج محافظة الحسكة يشرفون على موجود في الهيئات الناخبة. وأيضا شخصيات من المشروع العنصري المطبق بحق الكرد هو الحزام العربي أيضا موجودين من الغمر كمرشحين وموجودين في الهيئة الناخبة. فأي خصوص للمنطقة وأي عدالة في أن يكون هناك من لا ينتمي إلى هذه المحافظة أن يمثلها، سواء من الناحية القومية وسواء من ناحية المواطنة. وأيضا ممثل أو المرشح أو عضو مجلس الشعب في رأس العين سريكانية هو من المغمورين. هذا عين سابقا قبل اتفاق 29/1 والحرب الأخيرة. فأين هي العدالة؟ لا أعلم يعني هذه الأمور التي تفضلت بها سيد لقمان بخصوص هذه العملية التي نتحدث عنها، عملية انتخابية بين قوسين كما تفضلت، يعني كيف ستؤثر على العملية أو عملية الدمج واتفاق 29 كانون التي تم توقيعها؟ يعني نحن الآن بصدد الخطوات العملية الرسمية والتي تبدأ من مجلس الشعب ووضع دستور جديد للبلاد والخطوات الأساسية التي تخص السياسة العامة. وبدأت هذه الأمور أو سياسة الحكومة المؤقتة باللف حول الأمور الأخرى ومحاصرة الكردي بنسب معينة ونسب صغيرة وأمور صغيرة. كيف ستؤثر هذه السياسات على عملية الدمج السارية في المنطقة؟ هل ستستمر عملية الدمج في ظل هذه السياسات أم ستؤثر عليها في نواحي أخرى؟ لنكون صريحين، الحكومة السورية ليست جادة في تنفيذ اتفاق 29/1/2026 وخاصة في جانب خصوصية المناطق الكردية. فأين هي خصوصية المناطق الكردية إن كان يتم التعيينات بهذا الشكل، وإن كان يكون نسبة الكرد في مجلس الشعب السوري بهذه النسبة المتدينة جدا؟ أين هي الخصوصية؟ هم يريدون تكبيل هذه الاتفاقية وهذه التفاهمات عبر قوانين ومراسيم. مرسوم 13 يقولون أنتم رحبتم به، رحبنا به وقلنا نستطيع أن نبني عليه وليس كما هو. إذن هم يضعون الفخاخ أمامنا ويريدوننا أن نقع فيه، وإن وقعنا في فخ مرسوم 13 ورحب به البعض
ولكن أيضا على أساس المتلازمة أن يبنى عليه وأن لا يبقى كما هو، فإن هذا الفخ أيضا واضح وصريح. غدا سوف يقولون أنتم قبلتم، وأيضا عندما يتشكل مجلس الشعب سيقول رئيس الدولة بأن مجلس الشعب هو الذي يتصرف. ولكن من هم هؤلاء مجلس الشعب؟ إن كان بالمناطق الكردية المعينون غالبيتهم معادون لحقوق الشعب السوري الكردي، فأي عدالة هذه؟ وسوف تصدر وسوف يتشكل لجنة تأسيسية، قد تشكل لجنة تأسيسية لكتابة الدستور من مجلس الشعب، وسوف يتم كيف يعني الاعتماد على هذه اللجنة، ورئاسة الجمهورية سوف تتبرأ من أن هي التي كتبت الدستور وتضعه في رقبة هؤلاء المعينين، وبذلك سوف يمشي الأمر على الجميع، وسوف يحرم الكرد من حقوقهم المشروعة مثلها مثل جميع الأمور، مثل ما وضعوا الدستور الإعلان الدستوري، وتبجح رئيس اللجنة بأن سوريا من أول تأسيسها كانت موجود في ديباجتها العربية، وهذا شيء مخالف للواقع والتاريخ أيضا، وهو كذب صريح. لم يلصق اسم العربية بسوريا إلا بعد الانفصال وفي عام 1963. بال 1958 أصبحت الجمهورية العربية المتحدة، وبعد الانفصال أعيدت إلى الجمهورية السورية 1961، و1963 بعد انقلاب حزب البعث أيضا قلبت إلى الجمهورية العربية السورية. فأين هو أن هذه أو هذا الكيان، هذه الجمهورية كانت هي دائما موسومة باسم العربي؟ هذا ليس إقلالا من شأن الشعب العربي، ولكن الوقائع والتاريخ يقول هذا. سوريا بما هي موجودة بجغرافيتها وديموغرافيتها هي دولة متعددة الأديان والأقوام. إذن الدولة المتعددة القوميات والأديان لا تبنى وكأنها دولة فقط من قومية واحدة ودين واحد، وإنما يتم اعتماد والقبول بهذه الجغرافيا والديموغرافيا، وبناء عليها يتم كتابة هوية سوريا. فمثلا أنت إذا تم كتابة في هويتك الشخصية بالعلامات الفارقة غير موجودة في صورتك الشخصية، هل تستطيع السفر؟ وهذه سوريا لأن في هويتها الحقيقية لم تكتب كما هي، فأصبحت أمام جميع هذه العوائق، أمام جميع هذه الحرب، أمام جميع هذه المذابح، لأن عملية السير لم تتوافق مع الوجه الطبيعي لسوريا. سوريا لنكن شعر أسود وعيون سوداء ووجه حنطي، فكانوا كاتبين فيها لا والله شعر أشقر ووجه أبيض وعيون زرقاء. بالنتيجة العملية مع الواقع أي حاجز أمن بده يوقفك، وهذه هي العملية. أنت تسير ضمن التاريخ أو ضمن المستقبل بهوية غير متوافقة مع الواقع الجغرافي والواقع الديموغرافي، فأين ستسير؟ بأول مطار سوف يقولون هذه الصورة لا تشبهك. يعني بأول مشكلة أقصد، وهذه هي سوريا. بأول مشكلة الهوية ما كانت متطابقة مع الواقع، لذلك حدث ما حدث في سوريا. والآن إن تم الإصرار على هذا عدم التوافق بين الواقع الجغرافي والواقع الديموغرافي مع الهوية السورية، فأيضا سوف تلقى المشاكل والمصاعب. نعم سيد لقمان، هذا الموضوع وصلنا إلى نهايته. الموضوع الآخر ولم يبقى لدينا الكثير من الوقت، مسألة المرجعية الكردية، والتي كانت أو لا زالت أحد الطموح الأساسية للشعب الكردي، وليست للحركة السياسية الكردية فقط، إنما الشعب الكردي كان له آمال كبيرة بتحقيق هذه المرجعية في غرب كردستان، يعني توحيد الأحزاب الكردية في إطار سياسي موحد أو مرجعية موحدة تجمع الأحزاب الكردية على أهداف واحدة
سياسة واحدة تجاه الشعب الكردي في غرب كردستان. كان مؤتمر 26 من نيسان الذي عقد السنة الماضية في نيسان تحت اسم كونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي. هذا الكونفرنس جددت الآمال والطموحات لدى الشعب الكردي بتوحيد صف الحركة السياسية الكردية في غرب كردستان، ولكن هذه الطموحات والآمال لم تتحقق، وتبددت آمال الشعب بعد مرور عام كامل على عقد هذا الكونفرنس. يعني هذا الكونفرنس كان قد حظي بتأييد الكردستاني من أطراف كردستانية أيضا حضروا هذا الكونفرنس وأيدوا عقد هذا الكونفرنس، أيضا أطرافا دولية أيدوا عقد هذا الكونفرنس، ولكن بعد مرور عام كامل على هذا الكونفرنس لم نرى أي تحرك لنتائج أو تنفيذ لنتائج هذا الكونفرنس على الأرض. فقط رأينا تشرذم الحركة الكردية، تبدد الحركة الكردية، كل طرف يذهب إلى دمشق بنفسه ليناقش حكومة دمشق حول بعض المطالب التي كانت كبيرة سواء كانت صغيرة في دمشق، ولكن المرجعية الكردية بقيت الحلم الذي لم يتحقق للكردي وللحركة السياسية الكردية، بالرغم من أن كل الأحزاب في الحركة السياسية الكردية تطالب بتشكيل مرجعية كردية، إلا أن هذه المرجعية لم تتشكل. ترى ما هي عوائق وتحديات تشكيل هذه المرجعية لتحقيق طموحات وآمال الشعب الكردي وليس الحركة السياسية الكردية؟ قد أكون اليوم صريحا وشفافا زيادة عن اللزوم أو ما يتطلبه الوضع السياسي لدى الكرد. منذ انعقاد كونفرنس 26 نيسان 2026 أنا كنت ضمن اللجنة التحضيرية للكونفرنس. طبعا تم الدعوة لعقد الكونفرنس من قبل المؤتمر القومي الكردستاني في 20/11/2024، ولكن تطورت الأحداث وسقط النظام البائد، وبذلك تأخرت عملية انعقاد هذا المؤتمر. كان لدينا بأن يخرج عن هذا الكونفرنس أو هذا المؤتمر وفد أو لجنة، ولكن هذه اللجنة سوف تتفرع إلى لجان أخرى، لجنة سياسية، لجنة دبلوماسية، لجنة علاقات وغيرها من الأمور. ولكن بعد التوليفة التي حدثت وانعقد الكونفرنس، خرج الكونفرنس بأن يكون هناك وفد مشترك، وأتعجب من كلمة وفد مشترك بما أنه انعقد الكونفرنس، فإذا هو وفد وليس وفد مشترك بين أطراف. على كل تم إنشاء هذا الوفد، ولكن للأسف الوفد لم يستطع أن يقوم بأي شيء، حتى لم يعقدوا اجتماعات لأنفسهم لكي تتطور عملية الحوار بينهم ولكي يستطيعوا مخاطبة الآخر عندما يجتمعون معه. بقي كل الأطراف على حالها. حتى الأمر الآخر، عندما تم تشكيل وفد الإدارة الذاتية للحوار مع دمشق بعد سقوط النظام البائد، نحن قدمنا ملفا بشأن الوفد الكردي وأين يجب أن يكون موقعه، فطلبنا أن يكون الوفد الكردي جزءا من وفد الإدارة الذاتية. نعم سيد لقمان، عذرا للمقاطعة، في 5 دقائق اختصار شديد لهذا الموضوع. أن يكون الوفد الكردي ضمن وفد الإدارة الذاتية، وطرحنا الأسباب الموجبة لذلك، ولكن المجلس الوطني الكردي رفض أن يكون جزءا من وفد الإدارة الذاتية، وطرحنا المعللات لذلك وقلنا في حال ذهاب وفد الإدارة الذاتية إلى دمشق وطرحت دمشق عليهم الموضوع الكردي، فيستطيعون أن يقولون هؤلاء هم المعنيون بالموضوع الكردي وتفضلوا تحدثوا معهم. ولكن هذه العملية لم تحدث. والآن يتحجج البعض بأن السيد مظلوم عبده لم يطرح القضية الكردية،
وهذا قد يكون صحيحا، لأنه دائما كان يقول القضية الكردية سوف يتحدث فيها الوفد الكردي، وابعثوا وراء الوفد الكردي لكي تحلوا القضية الكردية وتجدوا لها حلا عادلا. لذلك والحكومة لم ترسل. ولكن الحكومة لماذا ترسل؟ إن كان هذا الوفد لا يملك جيشا ولا يملك اقتصادا ولا يملك تنظيما، فما حاجة الحكومة للإرسال لكي يتحدث معه؟ فهو أرسل وراء الإدارة الذاتية التي تملك جيشا، تملك اقتصادا، تملك تنظيما، وهذه هي أساسيات السياسة. إذن أول اعتراض على هذا الموضوع كان من مجلس الوطن الكردي بأن لا يكونون ضمن وفد الإدارة الذاتية، والحكومة أخرت دعواتهم عدة مرات، ووفد الإدارة الذاتية وأيضا وفد قسد كانوا يصرون مرات عديدة على حكومة دمشق دعوة هذا الوفد لنقاش القضية الكردية، ولكن لم يستجيبوا. الأمر الآخر أن هذا الوفد لم يتفرع إلى وفود أخرى، فالموضوع الكردي ليس متعلقا فقط بالداخل السوري، ولكن يجب أن نلاقي تأييدا من الدول والمنظمات الدولية وغيرها من القوى الديمقراطية الموجودة في العالم للضغط على حكومة دمشق ولدعم هذا الوفد في سبيل حل القضية الكردية في سوريا. ولكن هذا الوفد لم يتحرك في أي من المجالات هذه. وللأسف الشديد رأيت قبل يومين بأن رئيس المجلس الوطني الكردي أعلن عن فشل هذا ليس الوفد وإنما الكونفرنس من جهة واحدة وبدون أن يقدم أي مبررات. وهل هو موكل بأن يعلن هذا الفشل؟ وهل سيتحمل التبعة التاريخية لهذا الإعلان؟ الأمور أنه هناك بعض الشخصيات التي تتحدث ولا تأخذ بعين الاعتبار أي تقييم تاريخي لهذه الخطوات، وكأنها أتت من كوكب آخر. هذه الأمور جميعها عقدت مسألة الوفد، والنقطة الأساسية التي كانت المفصل الذي لم يجعل الوفد أن يتحرك أن حكومة دمشق لم تدعوه للاجتماع باسم القضية الكردية، مع أن أكرر مرة أخرى مع أن وفد قسد ووفد الإدارة الذاتية عندما كان يكون المحور القضية الكردية كانوا يطلبون من حكومة دمشق دعوة الوفد الكردي لأجل النقاش في القضية الكردية، وهذه للتاريخ لأن التاريخ يسجل. نعم. لذلك أردت أن أوضح بعض الأمور التي قد لا تكون واضحة للجميع. نعم. سيد لقمان، بخصوص المرجعية الكردية هناك الكثير من التساؤلات، ولكن الوقت لم يعد لدينا لنقاش هذا الموضوع في حلقات اليوم، ربما تكون هناك حلقات لاحقة لنقاش هذا الموضوع بشكل أوسع. الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي السيد لقمان أحمي، نشكرك جزيل الشكر على حضورك اليوم والحديث حول المسائل الأخيرة التي حصلت بخصوص مجلس الشعب السوري وأيضا بخصوص كونفرنس 26 من نيسان. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء.